ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ان شاء الله. وفي الايام دي فرصة علشان نجاوب على سؤال كان شاغلني دايما: ايه سر تفرد التلاوة المصرية؟ اشمعنى احنا؟ يعني ايه سر تعلق العالم الاسلامي كله بتلاوة قادمة من بلد سبحان الله القرآن ما نزلش فيه، القرآن ما نزلش في مصر؟ فما يعبرش عن الحالة العبقرية دي إلا مقولة للشيخ الشعراوي، وإن كانت اتقالت في موقف تاني، إن مصر صدرت الإسلام حتى للبلد الذي نزل فيه الإسلام. مهما يمر الزمن وتتغير الظروف، تفضل المدرسة المصرية في التلاوة عشق في كل العالم الإسلامي، ويفضل المقرئين المصريين الملاذ الأول لأي راغب في تعلم القرآن الكريم، خاصة من غير المتحدثين بالعربية. ما أصل لو الحكاية قواعد ومقامات وكتاتيب وشكل حفظ، ما كل ده سهل تقليده، إلا إن في إجماع إن سر الحكاية أبعد من كده. Have you ever wondered why many Quran teachers, if not all of them, recommend these three reciters to those who are learning the tajweed? Sheikh Khalil Mahmoud Husari, Sheikh Siddiq Manshawi, Sheikh Abdul Basit Abdul Samad, Sheikh Mustafa Ismail, Sheikh Mahmoud Ali Banna. مصر يعني لها وضعية خاصة عندي، ويكفي اني اقول ان مشايخي مصريين. منطقتنا كلها وحتى الجزيرة العربية، انت شفت حد من السعودية يجوز هذه الطريقة؟ صاروا يقلدوا الآن. ما مر بنا أحد من المنطقة هذه كلها إلا السودان قاعد قدامك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة نشوف لما تدخل في العويش كيف هتعمل ايه. البداية دي كلنا هنقدر نقول. قررت أدور في الدراسات الأجنبية، مع الأجانب كمان اهتموا بالموضوع، أهمهم الباحثة كريستينا نيلسون اللي دفعها اللغز إنها تيجي مصر في السبعينات وتقيم وتحضر دروس تجويد قرآن وترتل وتدرس الحياة في مصر بكل أشكالها، وتوصلت لأجزاء مهمة من الحل. وراجعتها من المصادر الإسلامية طبعا. حل اللغز والبداية بشكل غير متوقع مش عند المقرئين، لكن عند المستمعين اللي تميز آهاتهم لا يقل عن تميز التلاوة نفسها. في كل البلاد العربية تلاوة القرآن الكريم ارتبطت بالمساجد والبيوت، بالصلاة، بأوقات العبادة. مصر كانت البلد الوحيد اللي تلاوة القرآن الكريم ارتبطت بكل أشكال الحياة العامة. في معلومة أدهشتني، وربما يكون الوضع تغير دلوقتي: مصر هي البلد الوحيد اللي كان القرآن الكريم فيها بيتلى في المياتم. ربنا أكرم جمهورية مصر العربية بالقراء لعادة واحدة هي السبب في هذا. هذه العادة لم توجد في البلاد العربية، وكانت وجودها في مصر هو سبب كثرة القراء وتعودهم على حسن أداء القراءة وانقطاعهم للقراءة، اللي هي إيه؟ اللي هي عادة إحياء ليالي المآتم بقراءة القرآن. وأصبحت هذه العادة في كل قرية وفي كل بلد وفي طب يعني هل البلاد العربية الأخرى ما عندهاش هذه العادة أو ما كانتش عندها هذه العادة؟ لا، لن توجد. أكثر البلاد العربية العزاء في الوقت الدفن، وشكر الله سعيكم وكفى. تعالوا نتخيل أول شخص فكر إننا رايحين نعزي أسرة فلان، فلا، محتاجين حد يقرأ قرآن، محتاجين القرآن في الموقف الصعب ده. فالأسباب لها علاقة بالإرث الحضاري، برقة القلب، بالعاطفة عند ناس لما كانت تحب تأكد على أهمية حاجة تحلف بالعيش والملح. نظرة المصريين للقرآن الكريم كانت مختلفة. القرآن عند المصريين ما كانش بس أساس العبادة، ولكنه رفيق للحياة. فتعلق المصريين بالقرآن الكريم مش هنقول كان أكتر، ولكن نقدر نقول كان مختلف. كان مستحيل يقتصر وجوده في حياتهم على الصلاة فقط، لازم يكون حاضر على طول. وده ما كانش في الحزن بس. اللي بينجح له ابن بيعمل ليلة لله يقرأ فيها قرآن وتواشيح. الجوامع والبيوت من أول بيوت البشوات لحد البيوت العادية كانت مفتوحة لقرآن الجمعة اللي بيقرأ قبل الصلاة وللسهرات القرآنية. في بيوت الطبقة الوسطى العليا وبيوت الأعيان، لأنها كانت تسهر في رمضان، تتنافس في اقتناء المقرئين الكبار، وكانوا يفتحوا أبوابهم المناظر لأي واحد من الحي
يبقى البيت مفتوح. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وموالد آل البيت كان بيقرأ فيها قرآن، حتى الأفراح كان بيقرأ فيها قرآن، ودي عادة لا تزال موجودة في بعض مناطق صعيد وأرياف مصر. حتى الاحتفالات القومية الكبرى لما حولنا مجرى النيل وقت افتتاح السد العالي، ولما احتفلنا بنصر أكتوبر استهلينا احتفالاتنا بالقرآن الكريم. وما ذرأكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. من هنا كانت الشخصية المصرية هذه النظرة المختلفة للقرآن هي بداية اختلاف التلاوة المصرية. أولا لأن هذه العاطفة لازم تنعكس على التلاوة. الأهم أن التلاوة أصبحت أداء يقدم لجمهور، بخلاف الإمام اللي بيستقبل القبلة وبيكون ظهره للمصلين. القارئ بيواجه المستمعين، بيتفاعل معاهم وبياخد منهم، وبيستشعر مسؤولية انه يستحوذ على انتباههم ويوصل لهم بخشوعه وصوته وأدائه وإحساسه وتوظيف خبراته في الانتقال بين المقامات معاني الآيات. الكلام عن الجنة غير الكلام عن النار، والإحساس بالندم غير الإحساس بالبشرى. مثلا الملحن الشهير زكريا أحمد لما كان بيستمع لقارئ ضعيف قال لواحد صاحبه ده لو النار حلوة كده الواحد يروح من بكرة، في إشارة إن صوته ما وصلش المعنى. لما نسمع التلاوة دي للشيخ مصطفى إسماعيل نستشعر التذلل في وصف الحال، فراغ الصبر وقت الدعاء، والقوة وقت الاستجابة. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فعلاقة القارئ بالمستمعين في مصر كانت شديدة الخصوصية والحميمية، وعبر عن ده جوابات الناس للشيخ محمد رفعت، واللي كانت بتوصل من الأرض للسقف بعد فترة انقطاع بسيطة عن الإذاعة. قال له فيها أحدهم إحنا كنا من غيرك زي اليتامى. كمان الظروف دي خلقت عنصر الوفرة، والوفرة بتخلق المنافسة، والمنافسة بتخلق الإجادة. فمصر كانت أول بلد يبقى فيها مهنة مستقلة اسمها القارئ. كل قرية ومدينة ومحافظة فيها قراء كتير، اللي بيذيع صيته بيوصل للقاهرة، واللي ما فيهوش غلطة بيوصل للإذاعة. ده يوصلنا لعنصر ذكره المراقبون يبان غريب للوهلة الأولى: هوليوود الشرق. خلينا في الأول نشوف المقطع ده للشيخ مصطفى إسماعيل. لأن مصر دي بلد يعني لسه ما خدتش عليها وهايب منها لأنها سميعة، والحتة دي بتاعت الداودية دي لأن كنت أنا بروحها لنا قرايب فيها كده، والاقي جماعة قاعدين كده يعني في القهاوي بيضربوا عود وبتاع كده كده، كنت هايب شوية منه. ببساطة ده بلد مستوى الفنون فيه مرتفع، فيه نهضة علمية وثقافية، الناس ذوقها حلو، فلا المؤسسة الدينية ولا الجمهور هيقبلوا بأداء متوسط. فالشيخ مصطفى إسماعيل ما كانش هايب القاهرة لأنها العاصمة أو لأن فيها بشوات، لكن لأن الناس العادية خالص سميعة، ذوقهم حلو، فإرضائهم صعب. مفيش مكان لأنصاف المواهب، ما كانش فيه مكان لأديب نص نص أو فنان نص نص أو صحفي نص نص، فأكيد ما كانش فيه قارئ نص نص. الإذاعة كانت بترفض اعتماد مواهب تسد عين الشمس لأن معاييرها عالية جدا. الشيخ الطبلاوي اترفض 10 سنين قبل اعتماده.
كان من ضمن لجنة الاختبار 2 موسيقيين منهم محمد حسن الشجاعي اللي تقرأ اسمه في أفلام نجيب الريحاني. القراء كمان في الزمن ده ممكن يطلق عليهم قراء عصر النهضة، لأنهم جسدوا الشخصية المصرية في أنقى نسخة ليها: المحبة للكل، المكتبة العامرة، الذوق الرفيع. الشيخ محمد رفعت رحمة الله عليه كان بيعقد عنده صالون ثقافي كان بيحضروا جميع المثقفين، وكان بيته عبارة عن الصالون ده في الدور الثاني، والدور الأرضي كان عامله زي تكية كده للمساكين والغلابة. الكتب غير الكتب الدينية اللي موجودة في مكتبتك في منزلك: طه حسين العقاد، يوسف السباعي، رامي، يوسف وهبي، وكانت أمينة رزق، نجيب الريحاني. الصوت الجميل زيادة بسمعه من السيدة أم كلثوم، كوكب الشرق والغرب. في واحد من إخواننا المسيحيين فبيقول لي: يا فلان أنا مأكون منك لا أعمل المكان ده مسجد، أنه نفس كلام الأخ المسيحي ده أثار الحاجة اللي في نفسي، وفعلا قد تم هذا برضه ولله الحمد والشكر، وسمي الجامع باسم الشيخ صديق المنشاوي. كمان مصر كانت قوة إعلامية إقليمية كبرى. انطلاق الإذاعة المصرية سنة 34 كان حدث عظيم، لأنها بتنطلق من هوليوود الشرق، فعندها ميزة إنك تقدر تتابع من خلالها أهم نجوم ومفكري العصر، وده خلق لها جمهور عريض في العالم العربي كله. ولأن الإذاعة اهتمت جدا بالقرآن الكريم، دي كانت بداية انتشار القراء المصريين في كل البيوت. ما عدتش مضطر تروح مسجد فاضل باشا علشان تسمع الشيخ محمد رفعت، ولا الجامع الأحمدي في طنطا علشان تسمع الشيخ البنا، وأصبح لهم جمهور كمان في العالم العربي. وبكده رسخنا عادة الاستماع للقرآن الكريم اللي ما كانتش البلاد العربية معتادة عليه. كان في الخليل جهاز راديو واحد في مقهى، كنت في الشارع سمعت قراءة وشدت انتباهي تلك القراءة العجيبة، فبقيت يعني مرهف السمع أستمع ولا أعي عما حولي أبدا إلى أن انتهى. وهذا واحد اسمه الشيخ محمد رفعت يقرأ من مصر يوم الثلاثاء في الساعة 8 ويوم الجمعة قبل 10. صرت أنا أجي في المواعيد هذه لو كان المطر نازلا ولو كان البرد شديدا. ولما افتتحنا استوديو مصر أنتجنا للمرة الأولى توثيق لرحلة الحج، وأصبح يذاع في دور العرض مع الأفلام المصرية، وكان بيراعى طبعا أنه يذاع مع الأفلام التاريخية عشان ما يتعارضش المحتوى مع طبيعة الفيلم. في عصر ما قبل الفضائيات أو حتى التلفزيون، كانت الفرصة الوحيدة لأي مسلم بيتمنى أنه يشوف الحج ويملي عينه بالكعبة المشرفة بتتحقق حصريا عبر إنتاج استوديو مصر. تفتح ذهني بقى على يعني مثلا كان زمان الشيخ رفعت أول الراديو ما طلع يعني حريص إن أنا أسمعه. وكنت أستمع إلى المرحوم الشيخ رفعت في مقهى في أرمنت تبعد عننا حوالي 3 كيلو متر، لأنه كانت الراديوهات قليلة وكانت المقهى الوحيد اللي فيها راديو، فكنت حريص على أني أذهب إلى سماع الشيخ رفعت في المساء. الشيخ رفعت ده بالنسبة لي في الوقت ده كان هو يعني زي ما تقول إمام شيخ الإسلام، وأنا تلميذ بسيط ما أجي جنبه حاجة أبدا. لما الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمود البنا والشيخ مصطفى إسماعيل يقولوا إن وعيهم تفتح على حد، يبقى احنا بصدد موهبة خارقة للطبيعة. الشيخ محمد رفعت هو اللي افتتح الإذاعة المصرية، وكأنه كان بيحط المعايير لكل اللي هيجوا بعد. خبراء الصوتيات والموسيقى اجتهدوا في دراسة صوته، في اللي قال إن صوته فيه 18 مقام يوصل ل21 بالاستعارة، وفي اللي قال لا هو أقرب لتصنيف السيمفونيات الغربية. الموسيقار الكبير هاني شنودة حسمها، قال لك لا ده ولا ده، المعايير العلمية العادية أصلا ما تنطبقش عليه، دي معجزة قادمة من السماء مباشرة. تلاوة تبدو سهلة بس مستحيل تقليدها.
الغريب ويمكن في تذكير بأن العلاقة ما بين القارئ والجمهور هي عماد التلاوة في مصر، اللي وصل لنا من تراث الشيخ محمد رفعت ما كانش عن طريق الإذاعة، لأنهم كانوا بيبثوا مباشرة وما بيسجلوش. ويقال أن البعض حرم تسجيل القرآن الكريم على اسطوانات في البداية. اللي وصل لنا كان عن طريق 2 من محبيه، زكريا مهران ومحمد خميس، ودي كانت مهمة عسيرة جدا لأن التسجيل بالبيك اب في الزمن ده ما كانش بيدوم أكتر من 2 دقيقة، فجابوا بيك اب زيادة يسجل 2 دقيقة بالأول، يخلصوا يسجل 2 دقيقة بالتاني، وبعدين يرجع للأولاني، وهكذا. الجمهور برضو اكتتب وجمع 50,000 جنيه لعلاج صوت الشيخ رفعت لما مرض في سنواته الأخيرة، إلا أنه رفض، لأن قارئ القرآن مكانته من مكانة القرآن، لا يدان ولا يهان. كنت أحب أسمع الشيخ مصطفى إسماعيل دكتور. وفي الليلة دي ربنا يتجلى عليا، وحضر في الليلة دي سيدنا الشيخ درويش الحريري، قام في وسط الناس قال لهم اسمعوا يا مصر، هذا الرجل لسه ما قلدش حد، لأن احنا بنسمع منه حاجة الآن ما سمعناها قبله. اسمع يا مصر صوت ما قلدش حد، ده كان الإعلان عن وصول الشيخ مصطفى إسماعيل للقاهرة، واللي شال الراية لفترة بعد مرض ورحيل الشيخ رفعت. من أجمل مميزات الشيخ مصطفى إسماعيل إنه كان مثال واضح على العلاقة الفريدة بين القارئ والجمهور في مصر. الدارسين بيأكدوا إن تلاوات الشيخ مصطفى إسماعيل الحية أفضل بكتير من تلاواته المسجلة في استوديوهات. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. لازم تشبع اهل بولاق، وانا يعني مش هقول لك اكتر من كده. والحمد لله مش عشاء ويطمئن عليهم النبي لم يضيمك يا احمد المصطفى. هم اللي علموني، انا لا اخدت عود ولا قانون ولا حاجة ابدا، انا تعليمي تعليم سمع. السماعة كانوا يقعدوا قدامي ويقولوا لي يا سلام ده طلع من البياتي، ده راح صبا، ايه ده طلع كذا، ده طلع كذا طلع كذا، وبعدين اتعلمت افهم دي وافهم دي وافهم دي لغايه بقى ما اندمجت معاهم وعرفت. وعلى مدى السنين التالية، الأربعينات والخمسينات والستينات، في أيام كانت ثرية في كل المجالات، ظهرت الأسماء اللي لسه بنسمع لها لحد النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة
الفرنسويين لهم مقولة ان تلميذ اليوم عماد الغد، لانهم مشهورين انهم يحبوا ينشروا ثقافتهم ويبنوا مدارس في مختلف دول العالم. فالمقصود ان اللي هيتخرج من المدارس دي هيبقى عنده ولاء لفرنسا. نفس العنصر اتحقق لنا بالازهر الشريف، لان الطلبة كانوا يجوا يدرسوا في مصر يتعلقوا بالتلاوة المصرية ويرجعوا ينقلوا ده لبلادهم. الشيخ محمد عبد الهادي من السنغال لما جه مصر وقع في غرام تلاوة الشيخ الحصري وخد اسطوانات نشرها في السنغال كلها. فلحد النهاردة السنغال وأفريقيا كلها متأثرين بتلاوة الشيخ الحصري، والأطفال بيتعلموا القرآن على تسجيلاته، كمثل شيخنا وسمينا الجد المرحوم محمد الهادي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أول من اشترى هذه التسجيلات التي سجلها الشيخ الحصري بحلالة ماله وأتى بها إلى السنغال ووزعها، كانت من وصيته إلى أن كان على فراش الموت رحمة الله عليه ألا ننفك أبدا عن وتيرة الشيخ الحصري ما شاء الله. فكل قراءة غير قراءته قراءتها يعني في المعهد جريمة لا تغتفر. الطلبة من آسيا محبة في الإمام الشافعي كانوا بيترددوا على مسجده في القاهرة، وكان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قارئ فيه، فوقعوا في غرام تلاوة الشيخ عبد الباسط ونقلوا الاسطوانات لبلادهم، ولذلك تلاقي كتير في البلاد دي محاكاة لتلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في كمان محطة مهمة جدا، في مرحلة ظهرت فيها نسخ مزورة من المصحف في بعض البلاد العربية، وأغلب الظن أن أول من رصدها كان الشيخ الحصري، وكانت مزورة بحرفية شديدة، يعني تغييرات بسيطة جدا تهدم المعنى. مثلا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا تتشال نقطة فتبقى علت أيديهم وأمنوا بما قالوا. طب نعمل ايه؟ ما احنا لو طبعنا مصاحف الحقيقي هيتوه في المزور. فتوصل الدكتور لبيب السعيد ان الحل هو تسجيل المصحف المرتل كاملا وإذاعته عبر منصة موثوقة، فيبقى ده الفيصل اللي يستحيل الطعن فيه. فسجل الشيخ الحصري المصحف المرتل سنة 61 وأطلقنا إذاعة القرآن الكريم سنة 64. فهنا مصر ما بقتش في العالم الإسلامي البلد اللي بتقدم تلاوة مميزة فقط، لكن البلد اللي بتدافع عن القرآن الكريم. طبعا مفهوم ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حفظ القرآن، ولكن احنا كبشر دورنا نجتهد.
وهنا تتجلى للمرة التانية أهمية إنك تكون قوي إعلاميا. ما الكفاءات موجودة، هتتبروز فين؟ فالدول الإسلامية بقت تطلب من وزارة الأوقاف إننا نبعت لهم مقرئين في شهر رمضان. الجميل بقى رغم إن هم اللي طالبين إن تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة كانت مدفوعة بالكامل من الحكومة المصرية مش من البلد المضيف، زائد مكافآت مجزية للتشجيع على السفر، لأننا مش بعتنهم علشان نكسب من وراهم، دول هدية من مصر، هدية هيفضل فضلها باقي على طول. كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة اللي هي تعتبر يعني من أقوى الكليات في العالم الإسلامي للقرآن، أنشأها مجموعة من القراء المصريين وأول من درس فيه. You listen to Sheikh al-Mishawi rahimahullah. I guess the journey begins like you said, you listen, you enjoy it, and then as you start to sort of mature with the journey, you start to realize and notice things like the science of waqf al-ibtida. Why did he stop here? Why did he start here? How that impacted the meaning. You're in the streets of London and you're driving and you are listening to Sheikh Kamil Yusuf al-Bahtimi, and it brings that era, the 70s, of the 80s, of the 60s, in the early 2000s, in the late 90s, you know. So I decide, okay, I am going to try out Egypt because I love the Egyptian style of recitation so much. Mane, dañ li Jamil am nii jóge Sénégal dem Égypte ku mokkal rek da ngay dem Égypte ku jàng rek ba sa bopp bi fees del ak alquran da ngay dem Égypte bëgg nga dem Égypte. الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله. di nga dem Égypte إن شاء الله. وهيفضل القراء المصريين أفضل سفراء لمصر، وهتفضل أصواتهم تصدح في كل مكان. قراءنا اكتسبوا خلودهم من خلود القرآن الكريم نفسه، والتلاوة المصرية اكتسبت تفردها من إنها نتاج الشخصية المصرية في أنقى صورها، الإجادة والقوة، وإنها بدأت من القلب، وعشان كده هيفضل حسهم في الدنيا. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. القرآن متى قرئ من القلب وصل إلى القلب.